السلام عليكم واهلا بكم في الحلقه الاولى من دوره تعليم برنامج الوورد من الصفر. زي ما احنا عارفين ان برنامج الوورد مهم جدا ولازم تتعلمه ولازم تعرف تستخدم البرنامج، لان اي شغل دلوقتي بيطلب منك انك انت تقدر تستخدم الكمبيوتر والوورد والاكسل، لان لا غنى عنهم طبعا في كل المجالات. طبعا تقدر تشتغل لما تتعلم برنامج الوورد او الاكسل، تقدر تشتغل اونلاين، تقدر تعمل حاجات كتير زي مثلا انك انت تكتب كتاب لحد، او انك انت تعمل ملزمة، او انك انت تصمم فاتورة مبيعات، او اي حاجة تقدر تصممها من خلال البرنامج الوورد، زي ابحاث، زي حاجات كتير جدا هنعرفها خلال الدورة. طبعا اول حاجة لازم تكون مسطب البرنامج علشان تقدر تستخدمه. كل اللي عليك انك انت هتيجي عند قائمة ستارت هنا كده، وهتبدأ تكتب وورد في البحث زي ما احنا شايفين. هيظهر معاك البرنامج، اضغط عليه ضغطة هيبدأ يفتح معاك. زي ما احنا شايفين دي واجهة البرنامج. هنشرح واجهة البرنامج بالتفصيل. اول حاجة معانا هنا مثلا بعض التمبلت او القوالب الجاهزة اللي تقدر تستخدمها. لو عملنا مور تمبلتس بالشكل ده هيظهر معاك قوالب تقدر تعدل عليها فقط. يعني مثلا ده سي في، تقدر انك انت تدوس على السي في ده، تقدر تشيل الصورة وتكتب بياناتك انت زي ما احنا شايفين قدامنا. كل دي اشكال وحاجات تقدر تنفذها على برنامج الوورد زي ما احنا شايفين. كمان تقدر تستخدم الحاجات دي في انك انت تعدل عليها فقط وتكتب اللي انت عايزه، زي مثلا شهادة تقدير وحاجات زي كده كتير. نرجع تاني للصفحة او للواجهة هنا زي ما احنا شايفين قدامنا. لو نزلنا تحت دي اخر حاجة انت كنت فاتحها. لو ضغطت على علامة الدبوس اللي قدامنا دي كده هتظهر في الخانة اللي جنبها انك انت ثبتها هنا، او دي حاجة مهمة فانت عايز ترجع لها على طول، فهتثبتها في الخانة دي. لو رجعت شلت العلامة هتتشال منها على طول. طيب نيجي عند نيو، ونيو طبعا هنا برضو بيفتح لك نفس الحاجات. نيجي عند اوبن هنا لو انت هنا اخر حاجة انت كنت فاتحها. وهنا اللي هي الفولدرز، هنا برضو اخر فولدر انت فاتحه من على الكمبيوتر. هنا ممكن تعمل حساب زي الجيميل بالظبط وتشارك البيانات او الملفات كلها على كل الاجهزة اللي مرتبطة بنفس الحساب. this PC هنا الملفات اللي موجودة عندك على الكمبيوتر. هنا بقى لو انت عايز تفتح ملف من على الكمبيوتر، يعني تختار فولدر معين او اي حاجة معينة تقدر تفتحها من الخانة دي. طيب نيجي بقى عند اكونت، واكونت ده الحساب بتاعك على مايكروسوفت وحالة النشاط بتاعة البرنامج. اوبشنز، وهنا هنرجع لها خلال الدورة ان شاء الله نعرف كل حاجة فيها. طب نرجع تاني. لو انا عايز افتح صفحة او يعني ورقة عمل عشان ابدأ اشتغل، هاجي هنا كده بلانك دوكيومنت بالشكل ده، هنضغط عليها ضغطة هيفتح معانا شكل البرنامج زي ما احنا شايفين قدامنا. دي الخانة اللي فوق. اول حاجة طبعا لو انت عايز تفصل البرنامج بتفصله من الاكس. هنا لو انت عايز تصغر البرنامج بكذا طريقة زي ما احنا شايفين قدامنا، ودي متوفرة في ويندوز 11 الاشكال دي. هنا لو انت عايز تنزل البرنامج، اللي بعديها دي لو انت عايز تنزل البرنامج وترجع تفتحه تاني زي ما احنا شايفين. هنا بعض الحاجات، يعني لو ضغطت هنا كده هيرفع لك القائمة اللي تحت دي، لو جيت ضغطت تحت هينزلها لك تاني. طيب والقائمة دي معناها ايه؟ هيفتح لك واجهة العمل زي ما احنا شايفين قدامنا اللي هو وضع القراءة. نرجع تاني للوضع الطبيعي. نيجي كده على الشمال هنلاقي قائمة منسدلة، وطبعا تقدر تضيف منها زي مثلا قائمة اوبن او مثلا نيو، او انك انت ايميل. طبعا هنعرف الحاجات دي خلال برضو الدورة. تقدر كمان تضيف كذا حاجات يعني تسهل عليك استخدامك، او بعض الاختصارات اللي هتفيدك بعد كده. طيب هنا علامة الحفظ لو انت عايز تحفظ الملف بعد لما تخلص، وطبعا اختصارها كنترول اس زي ما احنا شايفين، زي ما هو ظاهر قدامنا كده اختصارها كنترول اس. هنيجي بقى للتابات اللي تحت كده زي ما احنا شايفين. دي الهوم، والهوم جواها حاجات واوامر عناصر هنستخدمها خلال الدورة ان شاء الله، هنتعلمها كلها. طبعا كل حاجة من دي جواها اوامر هنستخدمها خلال الدورة زي انسيرت، هوم، ديزاين، الحاجات دي كلها ومهمة جدا طبعا هنستخدمها خلال الدورة. وطبعا اللي قدامنا دي ورقة العمل او مساحة العمل اللي هنشتغل فيها، وزي ما احنا شايفين هنا كاتب لك ان هي باج او ورقة واحدة زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا هنا لغة الكتابة بتاعتك، يعني لو انت مثلا اخترت اي لغة من دي هتبدأ تكتب فيها، زي مثلا لما بتيجي تضغط على الت شيفت تبدأ تكتب عربي زي ما احنا شايفين كده، ولو جيت ضغطت على الت شيفت تاني تقدر تكتب انجليزي. هنا بيسهل عليك، جايب لك كل اللغات تحت هنا كده انك انت تختار اللغة اللي تكتب بيها. نيجي بقى للي بعد كده، وهنا انك انت تقدر تصغر الورقة زي ما احنا شايفين كده او تكبرها زي ما احنا شايفين.
هنا طبعا انك انت يعني الوضع ده انك انت تقدر تملأ الصفحة كلها زي ما احنا شايفين. ده الوضع الطبيعي اللي هي الورقة الاي 4. هنا الوضع اللي هو ريد مود زي ما احنا شايفين، وضع القراية. لو انت عندك كذا ملف تقدر تقرأ تدوس على الوضع ده وتبدأ تقرأ زي ما احنا شايفين قدامنا. نرجع تاني للوضع الطبيعي. زي ما عرفنا في الحلقة اللي فاتت ازاي نفتح البرنامج، وتعرفنا على واجهة برنامج الوورد. المرة دي هنخش جوه البرنامج ونشرح اول تابة وهي تابة الهوم. زي ما احنا شايفين قدامنا اول قسم معانا هو الكوبي والكات والبيست. طبعا اول حاجة لو انا جيت كتبت مثلا اي حاجة كده زي ما احنا شايفين قدامنا وحددتها، انا عايز اخدها كوبي، فهاجي هنا كده هتلاقيها ظهرت معايا اوبشن الكوبي والكات. انا عايز اخدها كوبي، هاخدها كوبي وامسح كده. طب انا عايز اضيفها تاني او اعمل لها بيست، فهاجي اضغط على بيست زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هتروح نازله على طول. نفس الكلام في الكات، لو جيت انا عملت كات هتتشال خالص مش هتتنسخ، وبعد كده اجي اعمل بيست بالشكل ده في اي مكان انا عايزه. وفي طريقه تانية برضو انك انت تقدر تعمل الكوبي والكات والحاجات دي كلها. لو حددت الكلمه ضغطت كليك يمين هتظهر معاك كوبي، وتقدر تعمل بيست في اي مكان. يعني لو عملنا كده مسحنا وجينا ان احنا نعمل بيست زي ما احنا شايفين قدامنا هتيجي برضو معانا. نفس الكلام في الكات، لو خدتها كات وجيت عملت لها بيست نفس الكلام اللي هنا هتلاقيه موجود في اول قسم معانا. طيب تمام. القسم اللي بعد كده خاص بقى ايه بالتنسيق. هنعرف دلوقتي، وليكن هكتب اي جملة زي مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. عايز بقى ايه ابدا اظبط النص وانسقه واديله لون واجيبه في النص والحاجات دي كلها. اول حاجه ان احنا هنحدد النص. انا محتاج اجيبه في النص هنا كده في نص الورقه علشان ابدا اتعامل معاه واظبطه. هاجي عند الشرط اللي فوق دي، الشرط دي بتروح جايباه في النص. لو جيت ضغطت هنا كده هتروح جايباه في النص. لو ضغطت على دي هتجيبه على اليمين في الاول، ولو ضغطت على دي هترجعه مكانه تاني. انا محتاج ان انا اجيبها في النص، فهجيبها في النص كده وهفضل محدد الخط. انا عايز بقى ان انا اظبط الخط اوضحه شويه. هنا اختار بي ومعناها اللي هي البولد، ان هو بيبدا يوضح الخط زي ما احنا شايفين كده. طب انا محتاج ان انا اكبر الخط شويه، اقدر ان انا انزل القايمه دي كده واختار الحجم زي ما احنا شايفين قدامنا من الارقام اللي موجوده زي ما انا شايف كده، او ان انا افضل ادوس على علامه الاي دي، حرف الاي اللي فوق ده، وافضل اكبر كده او اصغر من هنا زي ما احنا شايفين قدامنا. انا كده كبرت الكلمة وظبطتها. انا عايز مثلا ان انا اخلي الخط يبقى فيه مثلا اوبشن معين يبقى مايل شوية، فهاجي هنا كده مثلا اضغط هنا الخط هيميل معايا. لو انا محتاج ان انا احط تحتيه خط فهاجي هنا كده واضغط عليها ضغطة هيحط لي خط على الكلمة زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا تقدر تغير نوع الخط من عند السهم الصغير ده كده، تختار الشكل اللي انت عايزه، وليكن انا عايزها كده. طيب تمام. طب انا عايز اغير الفونت نفسه او الخط نفسه، انا مش عاجبني عايز خط تاني. فهاجي هنا كده واضغط على القائمة دي هيفتح لي خطوط كتير جدا اقدر اختار منها اللي انا عايزه. كل ما بتمشي على حاجة بيظهر زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، كل ما بتقف على حاجة بيبدأ يتغير معانا زي ما احنا شايفين قدامنا. تبدأ تختار اللي انت عايزه طبعا من هنا براحتك مفيش اي مشكلة، وليكن خط زي ده. طيب تمام. محتاج بقى ان انا اغير اللون، هعمل ده ازاي؟ هاجي هنا كده عند الشكل ده عند حرف الاي ده واضغط على القايمة او السهم الصغير ده وابدأ ان انا اختار اللون اللي انا عايزه من هنا زي ما احنا شايفين كده. ابدأ اختار كده الوان اللي انا محتاجها، وليكن انا هخليه اللون الاحمر زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا القايمة دي بتبقى خاصة بايه؟ بالباك جراوند نفسه. يعني عايز تحط لون ورا الكلمة ازاي؟ يعني مثلا لو انا عملت اللون الاصفر ده بص كده هتلاقيه ظلل عليه باللون الاصفر. تقدر طبعا تغير اللون اللي انت عايزه. طيب ودي بتعمل ايه؟ دي برضو فونتات تقدر تستخدمها زي ما احنا شايفين، بتعمل شادو او ظلال حوالين النص. وليكن مثلا نجرب حاجة منها كده ونخليه مثلا اللون ده، تحس ان في شادو او ظلال كده على النص ويبقى واضح. طبعا الاكس دي لو انا حددنا كده لو ضغطنا عليها بص كده ايه اللي هيحصل؟ بيبدأ يصغرها لك وينزلها لك تحت زي ما احنا شايفين. لو ضغطت على اللي جنبيها بتبدأ تجيب الكلمة كده في النص زي ما احنا شايفين قدامنا في اللون الاصفر زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي تبدأ تشطب عليها تعمل عليها خط كده زي ما احنا شايفين قدامنا من هنا كده. تمام. نيجي بقى للقسم اللي بعديه، وهنا بيبقى مهم جدا برضو تعرفه. طبعا كل حاجة مهمة بس هنا برضو بتبقى الحاجات في الاول اللي هم مهم. نيجي لأول حاجة معانا وهي
الشكل اللي احنا شايفينه ده. تقدر تحط نقطة قدام الجملة بتاعتك، تقدر تحط دايرة زي كده، تقدر تحط مربع او الشكل اللي احنا شايفينه ده. اشكال كتير تقدر تحطها. طيب لو جينا ضغطنا هنا كده مثلا على النقطة وشوفنا ايه اللي هيحصل، زي ما احنا شايفين كل ما تكتب حاجة طبعا هتنزل معاك. يعني مثلا عملنا كده، نكتب مثلا تحت هنا احمد بالشكل ده، وتضغط انتر محمد، هتفضل النقطة تنزل معاك لحد ما تخلص خالص. طبعا تقدر تغيرها زي ما قلنا من خلال القايمة اللي فوق دي كده. طيب لو جينا ان احنا ضغطنا هنا كده، ايه اللي هيحصل؟ لو ضغطت هنا كده، هنا بيجيب لك انك انت تتحكم في النقطة زي ما احنا شايفين الشكل كده. تقدر تضغط كده تبعد النقطة شوية، او تعملها رايت تبعدها اكتر زي ما انت حابب. طبعا لو جينا هنا تقدر تضيف صورة من الجهاز قدام هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا. ولو جيت عند الفونت تقدر بقى تتحكم في الدايرة وتعمل لها مثلا تغير، تخليها مثلا سيمبل، تخليها الشكل اللي انت عايزه. تقدر تتحكم في كل حاجة، في الستايل، في السايز، في كل حاجة. هنا طبعا قايمة بتبقى احترافية شوية نعرفها بعدين، مش شرط انك انت تتعلمها في الاول. تمام، نرجع تاني كده ونيجي عند اللي جنبيها وهي الارقام. اللي جنبها ده بقى ان انت تقدر مثلا انك انت تعملها بدل نقط تعملها ارقام 1 2 3، او ان انت تعملها A B C زي ما احنا شايفين. نختار حاجة منها كده ونشوف ايه اللي هيحصل. زي ما احنا شايفين بقت ارقام، كل ما تضغط هيبدأ يعد معاك زي ما احنا شايفين قدامنا. كل ما تضغط كده على حاجة وتنزل انتر هيبدأ يعد معاك زي ما احنا شايفين قدامنا. نمسح بقى الحاجات دي كلها ونرجع تاني نعملها مثلا ABC. لو وليكن مثلا انا هختار اللي هي الحروف زي ما احنا شايفين قدامنا، برضو نفس الفكرة. تضغط كده تكتب محمد مثلا، اضغط كده احمد زي ما احنا شايفين ABC، وهيفضل ينزل معاك لحد الاخر. طيب نخش على اللي بعدها، نحدد كده خط ونيجي هنا كده. طبعا في حاجات كتير تقدر تستخدمها زي ما انت حابب، يعني ممكن تلغي بقى كل ده انك انت تدوس على دي. طيب اللي بعديها ايه؟ اللي بعديها بتبقى اشكال زي ما احنا شايفين. يعني بيعمل لك واحد لو انت هتكتب مثلا سؤال وعايز تكتب اختيارات تحتيه او اجابة تحتيه زي ما احنا شايفين كده. هو موضح لنا واحد وايه تحتيها اي، وواحد تحتيها ايه. يعني لو ضغطنا عليها كده زي ما احنا شايفين هيعمل لنا قوس، بمعنى اوضح يعني ان ده بيبقى السؤال وتكتب الاختيارات تحتيه. نرجع تاني نفس الكلام في النقط. تقدر تعمل اشكال زي دي ورا بعض. تقدر ان انت تعمل زي ما احنا شايفين اهو السؤال والاجابة بتاعته. يعني اشكال كتير مهمة جدا في التنسيقات ده، في الملازم، في الكتب، في حاجات كتير هتستخدمها. نروح للحاجة اللي بعد كده وهي الاسهم دي. طبعا الاسهم دي تقدر تجيب النص كده يمين، وتقدر زي ما احنا شايفين كل ما تضغط كل ما هينزل تحت بعض. تقدر ترجعه تاني في النص زي ما احنا شايفين قدامنا. طيب اللي تحتيها معناها ايه؟ دي الفواصل اللي بين الاسطر. طبعا مهمة جدا لو انت بتكتب حاجات كتير فهتحتاجها. وليكن مثلا انا هاخد نسخة من دي كده زي ما احنا شايفين، وانزل ورا بعض كده زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا مفيش فواصل، انا محتاج ان انا اعمل فواصل افصل بينهم. فهعمل كده، هحدد النص كله وهاجي هنا كده ابدأ اعمل فواصل زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر تعمل اي مسافة انت عايزها من خلال هنا، والافضل والاكتر حاجة يعني بنستخدمها هي دي 1.5، فبتبقى افضل زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام، نروح بقى للحاجة اللي بعد كده وهي انك انت تقدر تحط لون او خلفية ورا كل اللي انت عملته ده. لو جيت هنا كده تقدر تغير الخلفية زي ما احنا شايفين قدامنا وتحط لون زي ما انت عايز، مفيش اي مشكلة. اللي جنبيها بقى انك انت تقدر تحط الكلام ده كله في جدول. يعني لو جيت ضغطت هنا كده ممكن تحط سطرين تحت، ممكن من فوق تحطهم في سطرين كده، ممكن من على الشمال اليمين. لو انت عايز بقى تحطهم في جدول فبتعمل all borders من هنا كده، تضغط عليها ضغطة هيبدأ يحطهم لك في جدول وتبدأ تنسق فيهم زي ما انت عايز. لو جيت ان انت ضغطت برضو هنا وضغطت على الاخر هنا كده بيجيب لك تنسيقات زيادة شوية او اوبشن اكتر شوية. هنا تقدر تعمل مثلا تغير الخط اللي انت عايز هتحط الجدول، عايزه سميك، عايزه خطين، خط واحد زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن تعمله زي بوكس، ممكن تعملها مثلا زي شادو، ممكن تعملها 3D، او انك انت تعملها مثلا بطريقة انت عايزها. مفيش اي مشكلة. بتحدد سمك الخط، تحدد الكلر اللي انت عايزه، لون الخط، كل حاجة بتقدر تستخدمها زي ما احنا شايفين قدامنا.
ممكن تخلي 3D طبعا مش هتبقى واضحه قوي، بس عشان عايز تنسيقات كتير، وضغطت انتر بص كده هتبص تلاقي ايه، حطلك الجدول الكلام جوه بوكس زي ما احنا شايفين قدامنا 3D. طبعا ليها استخدامات كتير هنعرفها طبعا خلال الدورة. نيجي بقى نخش على اللي بعديها زي ما احنا شايفين هنا كده، ودي خاصة برضو بالتنسيقات، انك انت تقدر تغير اللون. لو جينا هنا كده بص كده ايه اللي بيحصل، كل ما بتقف على حاجة بتلاقي شكل مختلف، تقدر تختار التنسيق المناسب او الافضل اللي انت شايفه من هنا كده كل ما بتقف على حاجة. طيب انت عايز كرييت ستايل، تعمل ستايل جديد، بتبدأ انك انت تسميه من هنا وتبدأ تقول له اوكي وتبدأ تنظم الستايل بتاعك. نيجي بقى للخانة اللي بعد كده، طبعا فيها حاجات مهمة وحاجات مش مهمة. هنا مثلا انك انت ممكن تبحث عن اي حاجة جوه البرنامج عن طريق البحث دي. طيب لو جيت ضغطت على سيلكت دي هيعمل لك سيلكت اول لكل اللي في الصفحة. لو جيت ان انت اوبجكت عايز تحدد حاجة معينة مثلا وتبدأ تحددها من هنا كده من هي سيلكت اوبجكت. بس كده دي اول تابة معانا. طبعا الموضوع سهل مش محتاج اي حاجة. لو رجعت كده عند فايل، لو شفنا حاجة بسيطة قبل ما نقفل الفيديو، هتلاقي في حاجات كتير ظهرت زي الانفو زي السيف والسيف از والبرنت والشير والاكسبورت والحاجات دي كلها. اول حاجة معانا هنا انفو، طبعا شوية معلومات عن البرنامج. طبعا هنا لو جيت ضغطت تاني على فايل وجيت عند سيف، تقدر تعمل سيف للملف سيف از علشان تقدر تختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الملف، سواء على الايميل ده زي ما احنا قلنا في الاول او على الكمبيوتر، او تختار المكان. برنت طبعا لو انت عايز تطبع اللي انت عملته زي ما احنا شايفين قدامنا. نشرح طبعا في حلقة كل حاجة عن طباعة وازاي نطبع ونحدد المقاسات وكل حاجة. الشير لو انت هتعمل شير للملف مثلا على الايميل على اي حاجة تانية اونلاين زي ما احنا شايفين قدامنا. اكسبورت تبدأ انك انت تعمل كرييت او مثلا تحفظ الملف بصيغة البي دي اف زي ما احنا شايفين. كلوز طبعا بيقفل البرنامج. زي ما خدنا في الحلقة الأولى اكتشفنا البرنامج واجهة البرنامج، والحلقة التانية شرحنا تابة هوم. النهاردة هنشرح تابة انسيرت بكل حاجة فيها. لو جينا كده على أول حاجة في التابة زي ما احنا شايفين الكفر باك دي، طبعا تقدر تعمل غلاف للكتاب بتاعك أو غلاف للملزمة أو أي حاجة أو للمقال. زي ما احنا شايفين جايب لك حاجات جاهزة، تبدأ تضغط على الحاجة اللي انت عايزها وليكن حاجة زي كده مثلا، وتبدأ تعدل عليها وتكتب الغلاف اللي انت عايزه. نيجي بقى للحاجة اللي بعد كده وهي بلانك باك. بلانك باك دي انك انت تقدر تفتح كذا صفحة. لو جيت كده فضلت تضغط زي ما احنا شايفين هيبدأ يفتح لك كذا صفحة زي ما احنا شايفين قدامنا. احنا فتحنا هنا 8 زي ما احنا شايفين قدامنا، كل ما تضغط كل ما يفتح لك صفحة جديدة. الخانة اللي بعديها وهنا بيعمل لك باك بريك، يعني بيعمل لك مسافة بين كل صفحة والتانية زي ما احنا شايفين كده. لو جيت ضغطت عليها بيبدأ يوسع لك المسافة بين كل صفحة والتانية. نيجي للخانة اللي بعد كده وهي خانة انك انت ازاي تعمل جدول على البرنامج اللي هي التيبل. لو ضغطت عليها كده زي ما احنا شايفين قدامنا هنا بيقعد يقول لك انت عايز كام في كام، الجدول بتاعك عايزه كام عمود وكام صف. بتختار اللي انت عايزه، وليكن مثلا انا هختار حاجه زي كده كلها كده واقول له اوكي. زي ما احنا شايفين قدامنا بيبدأ ان هو يقول لك عدل او نسق الجدول. تقدر تتحكم في الجدول من هنا كده زي ما احنا شايفين، او انك انت تكبر توسع الجدول تنزله تحت زي ما احنا شايفين قدامنا. هنا بيقترح عليك بعض الحاجات اللي تقدر تعملها الجاهزة زي ما احنا شايفين كده. لو ضغطت هنا هيبدأ يعمل لك الوان وهينسق لك الجدول زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا دي قائمة التنسيقات، كل ما بتختار حاجة بيروح فاتح لك الديزاين وتبدأ تعدل عليها. نرجع تاني للصفحة بتاعتنا. طب نفترض ان انت عايز تعمل جدول بطريقة معينة، او مثلا عايز تعمل جدول اكبر شوية. اضغط هنا تيجي عند انسيرت هنا كده وتقول له انت عايز الجدول كام في كام. انت عايزه 6 في 5 مثلا زي كده 6 في 5 وتقول له اوكي. هيعمل معاك. عايزه 10 في 20 اللي انت عايزه بتكتبه بيبدأ هو ينفذه على طول. طيب دي معناها ايه؟ دي بعض الملاحظات. لو ضغطت كده تقدر تعمل حاجة زي كده زي ما احنا شايفين مربع وتكتب فيه ملاحظاتك، تسيبه مثلا فوق، تكبر المربع شوية، تصغر المربع. نرجع تاني للصفحة بتاعتنا. لو جيت هنا كده مثلا هنا بيقترح عليك بعض الجداول او الحاجات الجاهزة اللي هو مثلا زي الكالكوليتور، زي مثلا الشهور، حاجات زي اللي احنا شايفينها قدامنا دي. لو جينا ضغطنا مثلا على اي حاجة من دي، نضغط على اول واحدة هيظهر معاك زي ما احنا شايفين، هتظهر معاك جوه المربع. تقدر تغيرها طبعا، تكتب اللي انت عايزه وتكتب الشهور اللي انت عايزه وتظبط وتنسق وتعمل اي حاجة انت عايزها زي ما احنا شايفين قدامنا. نروح للي بعد كده وهي البيكتشر. نمسح بقى الحاجات دي كلها كده. البيكتشر دي تقدر تضيف صورة
في البرنامج وتستخدمها، وليكن صورة زي دي كده، تختار الصورة اللي انت عايزها زي ما احنا شايفين هتيجي معاك. تقدر تتحكم في حجمها من هنا كده، تكبر تصغر، تجيبها مثلا كده يمين شمال اللي انت عايزه زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر تتحكم في كل حاجة في الصورة، وليكن مثلا انت بتكتب حاجة وعايز تضيف صورة جنبها، تبدأ برضو لو فتحت هنا كده هيبدأ يجيب لك حاجات انك انت ممكن تخليها كده بالشكل ده او بالشكل ده. تقدر تنسقها زي ما انت عايز من خلال التنسيقات الجاهزة اللي بيعرضها عليك من هنا كده. نرجع تاني للقائمة بتاعتك. هنا لو انت عايز تضيف صورة اونلاين، لو عايز تجيبها من على النت، هنا بعض الاشكال الهندسية اللي انت لو حبيت تستخدمها في الكتابة، لو ضغطت على اول حاجة من هنا كده تقدر تستخدمها وتكتب اللي انت عايزه. كمان هيوفر لك بعض التنسيقات زي ما احنا شايفين، وليكن حاجة زي كده زي ما احنا شايفين كده ممكن تغيرها. ممكن تشوف مثلا حاجة زي كده بتبدأ تنسق اللي انت عايزه. طبعا هنرجع تاني للقائمة بتاعت سمارت ارت. لو جيت ضغطت عليها كده بيبدأ يجيب لك حاجات جاهزة، او مثلا انت بتشرح حاجة معينة وعايز ليها عنوان وفروع، فبيبدأ يجيب لك حاجات جاهزة انك انت تعملها على طول. وليكن حاجة زي كده، بص لو ضغطت عليها هيبدأ يجيب لك بالشكل ده. تبدأ مثلا تكتب هنا العنوان لو حبيت العنوان بالشكل ده، وتكتب مثلا الفروع بتاعة العنوان مثلا اللي انت عايزه هنا، وتحتها نفس الكلام، وتخش على اللي بعدها وتبدأ تنسق، وتقدر تنقلها في اي مكان انت عايزه زي ما احنا شايفين. تجيبها يمين شمال زي ما احنا شايفين، تتحكم في كل حاجة فيها، مفيش اي مشكلة اهو، تنقلها فوق تحت اللي انت عايزه. نرجع تاني الشورت. هنا تقدر تعمل زي ما احنا شايفين، انت مثلا عندك مبيعات او حاجة معينة عايز تعملها وتبقى ظاهرة عندك بالنسبة المئوية، تختار الشكل مثلا اللي انت عايزه زي ما احنا شايفين كده، او انك انت ممكن تيجي عند تخليها خطوط او تخليها مثلا حاجة زي كده. وليكن مثلا خلينا في الخطوط دي ونقول له اضيفها لنا، هيبدأ يضيفها لك في الصفحة زي ما احنا شايفين قدامنا، ويفتح لك شيت معاه. لو جينا مثلا غيرنا اي رقم هنا كده، كتبنا مثلا الرقم ده 5.3 وقلنا اوكي، هيبدأ اللاين ده او الخط ده يترفع معاك زي ما احنا شايفين قدامنا. كل ما تغير في الارقام كل ما الخطوط دي بتتغير معاك. نرجع تاني للصفحة. طبعا هنا لو انت حبيت تعمل سكرين لاي حاجة وتضيفها في البرنامج، لو ضغطت عليها كده هيبدأ يقولك اعمل سكرين للحاجة اللي انت عايزها على الشاشة لو حبيت تضيفها في البرنامج زي ما احنا شايفين قدامنا. جيت اد انز، طبعا دي حاجة عاملة زي جوجل بلاي بالظبط، بيبقى فيها تطبيقات تقدر تنزلها او تستخدمها، توفر عليك حاجات كتير في البرنامج. هو عبارة عن ستور مليان تطبيقات تقدر تستخدمها. طبعا هنا اللي بعديها لو انت عندك التطبيقات كلها اللي انت نزلتها بتظهر في المكان ده. هنا طبعا ويكيبيديا كلنا عارفين موقع البحث ده، لو انت ضغطت عليه لو انت مثلا عايز تبحث عن اسم معين او حاجة معينة تقدر تضغط عليه وتبحث. لينك، هنا تقدر تضيف لينك زي ما احنا شايفين، اي لينك انت عايزه، سواء مثلا الملف او فولدر معين او من على المتصفح تقدر تضيف لينك. انت اي لينك انت عايزه هنا بالطريقه دي هيبدا يضيفه لك على طول. ولكن مثلا حاجه زي الفولدر ده انا عايز اضيف اللينك بتاعه جوه البرنامج او فولدر زي او ملف زي ده، اقول له اوكي هيعمل له لينك زي ما احنا شايفين قدامنا. نيجي على حاجه برضو مهمه وهي الكومنت. لو ضغطت عليها كده تقدر تعمل كومنت في الصفحه بتاعتك في الجنب كده، ولكن هكتب اسمي مثلا او هكتب اي حاجه واقول له اوكي زي ما احنا شايفين قدامنا. واقدر ان انا ارد على الكومنت كمان، اقول له مثلا زي ما احنا شايفين كده اهو، اقدر ان انا اعمل كومنت وارد عليه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. نرجع تاني للصفحة بتاعتنا. هنا الهيدر، يعني زي ما هو موضح لك كده هتلاقيه ظاهر معاك صورة يقول لك انك انت تقدر تكتب فوق هنا كده عنوان او حاجة مثلا في اول الصفحة خالص. لو ضغطت كده بيجيب لك اشكال كتير وتقدر تعدل عليها، وليكن حاجة زي كده تبدأ ممكن تحط رقم عادي مفيش مشكلة فوق هنا كده، او اسم معين. لو انت بتعمل ملزمة ممكن تضيف اي جملة معينة، اسم المدرس او اسم المادة، ده في الهيدر فوق في العنوان هنا كده زي ما احنا شايفين. طبعا ده بيبقى خارج المقال نفسه او خارج اي عناوين جوه المقال. لو لغينا كده ورجعنا تاني عند القائمة بتاعتنا تقدر تعمل الفوتر اللي هي في اخر المقال زي ما احنا شايفين قدامنا كده. لو ضغطت عليها ضغطة ينزلك في اخر المقال. كمان في اشكال كتير في الفوتر او الهيدر، لو جيت ضغطت كده وعملت مور هيظهر لك اشكال تانية تقدر تستخدمها زي ما احنا شايفين. تقدر تعمل ريموف من هنا كده هشيله لك. نفس الكلام هنا تقدر تعمل مور هيجيب لك اشكال كتير. نيجي بقى حاجه مهمه والحاجه اللي بعد كده وهي التكست بوكس. التكست بوكس دي لو ضغطت عليها كده زي ما احنا شايفين بيوفر لك شويه حاجات تقدر تعدل عليها. وليكن مثلا حاجه زي كده لو ضغطت عليها يفتح لك قائمه
زي ما احنا شايفين تقدر تعدل عليها وتكتب اي ملحوظة على الجنب. كمان تقدر تتحكم فيها بكل سهولة، لو ضغطت مثلا على اي حاجة ممكن تغير الالوان بتاعتها، ممكن تخليها اي شكل انت عايزه زي الاشكال اللي انت شايفها دي. نرجع تاني للقائمة ونلغي كل الحاجات دي، نيجي هنا كده عند القائمة دي، وهنا حاجات او تقدر تختار فونت معين باشكال وتنسيقات معين، وليكن حاجة زي كده تقدر تكتب اللي انت عايزه هنا بالشكل ده وهيظهر معاك زي ما احنا شايفين قدامنا. يعني لو عنوان او حاجة وحابب ان انت تظهر بالشكل ده تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه وتحط له باك جراوند كمان بالشكل ده كأنه زرار بالظبط زي ما احنا شايفين قدامنا. اشكال كتير تقدر تختارها. نروح لحاجة مهمة برضو بعد كده، والحاجة دي انك انت تقدر تفتح اي ملف او اي فايل عندك موجود على الكمبيوتر. لو جيت هنا كده عند تكست فروم فايل يفتح لك اي فايل موجود عندك على الكمبيوتر، تعمل له انسيرت يبدأ يتضاف جوه البرنامج. نيجي للحاجة او القسم اللي بعد كده، لو انت حبيت تعمل اي معادلات رياضية او كيميائية هتظهر معاك هنا، ولو ضغطت على مور برضو هيظهر معاك اشكال كتير جدا تقدر تستخدمها، وليكن شكل زي الشكل ده كده، وتبدأ انك انت تنزله وتعدل عليه وتكتب المعادلة اللي انت عايزها. نفس الكلام في اللي بعديها، هنا بيختار لك اشكال ورموز تقدر تستخدمها في التنسيقات بتاعتك. لو جينا ضغطنا هنا كده هيجيب لك كل حاجة تقدر تستخدمها في التنسيقات. لو جينا هنا برضو ونضغط على مثلا اي اختيار من ده بيبدأ يغيره لك زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هيجيب لك اشكال وتنسيقات كتير جدا هتفيدك جدا في التنسيقات. هنا كمان برضو تقدر تغير، هيظهر معاك برضو اشكال كتير زي ما احنا شايفين قدامنا. كل عليك انك انت بتختار الحاجة اللي انت عايزها تعمل لها انسيرت هتنزل معاك على طول زي ما احنا شايفين كده. وطبعا الكيو ار كود ده انا ضايفه، انت ممكن تضيفه عادي جدا. تقدر تعمل كيو ار كود لاي مثلا رقم موبايل عندك، او مثلا انك انت تقدر تعمل موقع للسوشيال ميديا وتضيفه جوه البرنامج. طبعا ده بتضيفه عن طريق الجيت ات انز اللي احنا شرحناها، اللي هي التطبيقات دي. بتكتب كيو ار كود بتكتبه في البحث يظهر معاك البرنامج وتعمل له اد، هيبدأ يتضاف معاك في القائمة زي ما احنا شايفين كده. النهارده هناخد التابة بتاعت ديزاين. طبعا خدنا في الحلقات اللي قبل كده الهوم والانسرت، هناخد النهارده ديزاين. هنعمل ايه او ايه ديزاين دي بتعمل ايه؟ نبدا باول حاجه وهي الباك بوردرز. لو جيت ضغطت عليها كده هيفتح معانا القائمه دي، وليكن مثلا نختار منها البوكس. انا عايز اعمل حدود للصفحه بتاعتي مربع كده زي ما احنا شايفين قدامنا. هنا بختار الخط او الستايل بتاع الخط بتاعي، باجي هنا كده بختار اللون الخط بتاعي، وليكن مثلا نخليه الاحمر. وبعد كده باجي اختار حجم الخط انا عايزه عامل ازاي، هختار مثلا حاجه زي كده. هنا طبعا بيقولك انت عايز من كل الاتجاهات، ولا عايز من الاتجاه اللي تحت، ولا عايز من فوق، ولا على الشمال او اليمين بس. طبعا احنا عايزينها كل الاتجاهات. بتيجي تضغط كده ضغطه، بص كده ايه اللي حصل معانا، هتبص تلاقيه عمل لك بوكس كده حوالين الورقه بتاعتك. لو جيت بقى ضغطنا عليها تاني ممكن تخليها بقى 3D، ممكن تخليها زي شادو، حاجات خفيفة كده تبقى خفيفة. بص كده لو لاحظت معانا، بص كده هتلاحظ ان هي ايه بتبدأ تضم شوية. لو جيت ضغطت خليتها 3D هتبدأ توسع معاك. بص كده هتلاقي ايه ظبطت الدنيا شويه، وتختار يعني اللي انت عايزه. احنا مخلينها بوكس. في حاجه كمان ممكن تختارها بعيد عن الخطوط، ممكن تيجي تضغط هنا كده هيفتح معاك اشكال زي ما احنا شايفين قدامنا. تبدا تختار الشكل اللي انت عايزه، وليكن شكل زي الشكل بتاع الشجر ده كده، واقول له اوكي، هيعمل معاك الشجر زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا تقدر تختار اشكال كتير جدا من هنا. لو رجعنا تاني كده للقائمه بتاعتنا نقدر نقلل شويه البرواز. لو جينا مثلا خليناه 20 وقلنا اوكي هيبدأ يصغر معانا زي ما احنا شايفين قدامنا. عايزين نقلله اكتر من كده ممكن نخليه مثلا 15 او نخليه مثلا 10 ونقول له اوكي، هيبدأ يصغر معانا زي ما احنا شايفين قدامنا. الباك كلر زي ما احنا شايفين قدامنا، وده بيقدر يعمل لك خلفية او تلون الخلفية بتاعة الورقة بتاعتك. لو جينا ضغطنا كده ممكن زي ما احنا شايفين تختار اي لون انت عايزه زي ما احنا شايفين كده، تخليها سودا او تخليها اي لون يعجبك، وليكن نخليها مثلا اللون ده زي ما احنا شايفين قدامنا. بتبدأ تكتب عادي جدا ومفيش اي مشكلة. كمان لو رجعت تاني للقائمة هتلاقي انك انت تقدر تختار كذا لون مع بعض. لو جيت ضغطت هنا كده تقدر تختار كذا لون زي ما احنا شايفين قدامنا. تبدأ تظبط كده في الالوان او تشيل من هنا كده، تسحب زي ما احنا شايفين وتقول له اوكي، هيبدأ يغير معاك اللون زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام، نروح للي بعد كده اللي هي العلامة المائية. والعلامة المائية دي بتخص لو انت مثلا عايز تكتب اسم الشخص اللي عمل المقال او اللي عمل الكتاب، فمش عايز حد ان هو ينسخ الكلام ده او ان حد يجي يعمل تصوير. بنلاحظ في بعض الملازم بتلاقي ايه علامة مائية في ظهر الكتابة. لو جيت ضغطت هنا كده
زي ما احنا شايفين، نضغط كده ضغطة، وبعد كده نضغط على اي شكل من الاشكال دي زي ما احنا شايفين كده اهو. بص هتلاقيها زي ما انت شايف كده في ظهر الورقة او فوق الكلام، يعني تقدر تكتب كده براحتك الكلام اللي انت عايزه، هتلاقيها في الظهر خالص ورا الكلام. تقدر بقى تغير الكلام ده من هنا كده، او تخليها مثلا معدولة بالشكل ده، ممكن تخليها بكذا شكل، ممكن تخليها بالشكل ده كبيرة كده. طبعا ممكن تغير الكلمة اللي تحت دي، تكتب اللي انت عايزه. لو جينا ضغطنا هنا كده وعملت هنا، ضغطت على مور بالشكل ده وعملت وضغطت على الاختيار ده كده، هيفتح معاك الشكل ده. تقدر تكتب اللي انت عايزه هنا، وليكن مثلا انا هكتب احمد زي ما احنا شايفين، واقول له اوكي، هيبدأ يكتبه زي ما احنا شايفين قدامنا. كمان لو رجعت تقدر تتحكم في كل حاجة زي الخط مثلا، تختار الفونت اللي انت عايزه، تقدر تختار الحجم، السايز، اللون اللي انت عايزه تقدر تختاره، وبعد كده بتقول له اوكي. وليكن مثلا اللون زي ده وتقول له اوكي، هتتغير معاك. يعني بتقدر تتحكم في كل حاجة. هنا بعض التنسيقات برضو اللي ممكن تستخدمها، زي انك انت مثلا تقدر تغير الفونت اللي تحت ده، تقدر تغيره مفيش مشكلة. تقدر انك انت تغير الالوان، الكلر اللي هو بتاعت العلامة المائية، مفيش برضو مشكلة. هنا بعض السيمزات اللي تقدر تختار منها زي ما احنا شايفين كده، يعني تنسيقات للعلامة المائية. نروح بقى للتابة اللي بعد كده واللي هي لي اوت. نفتح كده صفحة جديدة علشان نبدأ نشتغل عليها. نيجي عند اللي اوت بالشكل ده، ونكتب مثلا نص عشوائي عشان نعرف ان احنا نتكلم عليه. لو جينا كده على اول حاجة معانا وهي الهوامش، لو ضغطت كده هنا بتقدر تتحكم في هوامش الصفحة انت عايزها، زي مثلا توسع الهوامش كده، او مثلا انك انت تبقى عايز الهوامش تنزل شوية لتحت. يعني هنا بتبدأ تتحكم في هوامش الصفحة زي ما احنا شايفين قدامنا، او الكلام عايزه يبقى موجود فين. طبعا في الطبيعي احنا بنخليها نورمال الافضل علشان يبقى طبيعي. هنا حجم الورقة انت عايزها بالعرض ولا بالطول، زي ما احنا شايفين كده بالعرض ولا بالطول. السايز هنا حجم الورقة بتاعتك انت عايزها A4 A3، او مثلا نوع معين من الورق. طبعا ده خاص بالطباعة، لما بتيجي تطبع فبيظهر لك برضو الحاجات دي. طبعا السايز دي حجم الورقة، انت مثلا حجم الورقة A3 او A4 او A5 بتحددها طبعا على حسب نوع الورق اللي عندك والطبعة اللي عندك. في العادي بنخليها ليتر وهو بيطبع براحته. نروح اللي بعد كده وهي البريكس زي ما احنا شايفين قدامنا. هنا تقدر تكتب مثلا تفصل بين الباج الصفحة والتانية، هنا تقدر تفصل بين الكلام، هنا لو عايز تفصل بين الصورة قصادها يبقى فاضي زي ما احنا شايفين. دي برضو بعض التنسيقات اللي انت هتستخدمها في البرنامج. لو جينا هنا كده، هنا اللي بيبقى الترقيم التلقائي، يعني لو جيت عملت ضغطت هنا كده هيبدأ يرقم لك الكلام اللي عندك زي ما احنا شايفين، وتبدأ ان انت تكتب زي ما احنا شايفين كده مع بعض. كل ما تكتب حاجة وتنزل هيبدأ يرقمها لك تلقائي زي ما احنا شايفين كده. هنا بقى تقدر تتحكم في الهوامش يدويا، يعني كل ما بترفع كده في الكلام كل ما الهوامش بتيجي ناحية تضيق من ناحية الشمال. لو نزلنا هترجع تاني. نفس الكلام من عند الرايت، لو كل ما ترفع كده كل لما الهوامش هتضيق من عند اليمين. نفس الكلام في البي 4 والافتر، كل ما تعمل كده هتعمل من فوق، وبرضه في الافتر هتعمل من خلال تحت كده زي ما احنا شايفين قدامنا. نخش بقى على التابة اللي بعديها وهناخد فيها بعض الحاجات اللي مش هتحتاجها في الاول يعني كمبتدئ، الحاجات المهمة اللي هناخدها او اللي عايزين نفهمها في التابة دي. اول حاجة معانا لو جيت ضغطت هنا كده، هنا حاجات جاهزة برضو زي ما قلنا تقدر تستخدمها لو انت بتعمل امتحانات زي ما احنا شايفين. لو ضغطت كده يقول لك مثلا هنا السؤال ليفل 1 ليفل 2، حاجات كده اسئلة والاجابة بتاعتها او الاختيارات بتاعتها هنا كده زي ما بنشوف في الانجليزي والحاجات اللي زي دي. لو رجعنا تاني كده وعملنا اد تكست بالشكل ده وعملنا ليفل 1، بص كده اللي هيحصل، هيعمل لك سهم صغير تقدر تدوس عليه يسحب لك كل المقالة اللي تحتيه، ولو ضغطت عليها تاني هتنزل لك كل المقالة تاني زي قائمة منسدلة بالظبط. نيجي مثلا اللي بعد كده، هنا بيعمل لك نوت صغير كده في الجنب تقدر تكتب فيه اي ملاحظات. لو ضغطت كده هينزلك تحت، تقدر مثلا تدون اي حاجة هنا كده تنزل زي ما احنا شايفين قدامنا في الجنب او في اخر الورقة خالص. نروح لحاجة بعد كده برضو مهمة جدا واللي هي سمارت لوك اب. لو جيت مثلا ضغطت على كلمة فيديو وضغطت عليها ضغطة، هيبحث لك عن كلمة فيديو ويجيب لك معناها من على الانترنت على طول. حاجة مثلا زي كلمة هيلب مثلا، ورحت ضاغط عليها هيجيب لك معناها وكل حاجة خاصة بيها، زي قاموس كده بيجيبه لك من على النت. كمان ممكن ينطق لك الاسم، لو جيت ضغطت على المايك كده اسمع هينطق الاسم زي ما احنا سمعنا كده، يقدر ينطق لك الاسم ويجيب لك معناه وكل حاجة خاصة بالكلمة.
وقفنا عند اخر تابة وهي الريفيو. هنشرح من اول الريفيو ونشوف استخداماتنا. طبعا هناخد من التابة دي الحاجات اللي هتفيدنا كمبتدئين في الاول ومش هنحتاج الباقي. اول حاجة معانا هنتكلم عنها اللي هي ترانسليت دي انك ممكن تقدر تترجم الصفحة اللي انت واقف فيها. لو ضغطت هنا كده تترجم الصفحة كلها. هنا اللي تحتيها انك انت ممكن تترجم جملة معينة او نص معين. اللي تحت خالص تقدر تترجم كلمة معينة. نيجي عند اللانجوج. طبعا عارفين ان اللغة تقدر انك انت تغير اللغة بتاعة الصفحة اللي انت واقف فيها من اول اختيار. يعني اول اختيار ده بيغير لنا اللغة لاي لغة احنا عايزينها للصفحة اللي احنا واقفين عليها. الاختيار التاني تقدر تغير لغة البرنامج نفسه للغة عربي او اي لغة انت عايزها. طب نعمل ده ازاي؟ تقدر تعمل عربي كده زي ما احنا شايفين وتروح عاملها تعيين كافتراضي من هنا كده. طب لو نفترض اللغة العربية دي مش موجودة، اجيبها منين؟ تيجي هنا كده وتبحث عن اللغة اللي انت عايزها وتبدأ تختارها، وليكن لغة زي دي كده وتقول له اد، هتضاف معاك فوق. تبدأ انك انت تحددها بالماوس كده وتخليها افتراضي للبرنامج نفسه. يعني اول ما يفتح البرنامج يفتح باللغة دي. نيو كومنت بقى احنا شرحناها قبل كده. تقدر تعمل كومنت زي ما احنا شايفين قدامنا، تكتب حاجة وكمان تقدر ترد على الكومنت ده زي ما احنا شايفين قدامنا. نخش على اللي بعد كده، نعمل ديليت الاول للكومنت. نخش على بعد كده، لو جينا ضغطنا هنا كده وضغطنا على اول واحده وجينا نكتب اي حاجه مثلا زي ما احنا شايفين، هيعمل معانا خط في الجنب وهيعمل معانا خط تحت الكلام بتاعنا. كل ما نكتب كل لما الخط اللي على الشمال ده يبدا ينزل معانا. دي خاصيه مسؤوله عن كده. نخش على الخانه اللي بعد كده. هنا لو جينا ضغطنا عليها بالشكل ده وجينا نكتب مثلا اي اسم بالشكل ده وقعدنا نضغط انتر زي ما احنا شايفين، هنلاقي خط بيبدأ ينزل معانا كده زي ما احنا شايفين قدامنا. نبدأ نتحكم فيه. لو انت جيت ضغطت على هنا كده هيبدأ يحط لك خطوط تحت الكلام وهيغير لك اللون اللي هنا كده. طب لو جينا اخترنا نو هيشيل لك كل حاجة. ولو جينا هنا مثلا ضغطنا عليها هيرجعك لكل حاجة، هيرجع كل حاجة زي ما كانت زي ما احنا شايفين كده. دي اخر حاجة اتعملت، نرجع كل حاجة زي ما كانت كده. طبعا اكسبت دي لو جيت ضغطت عليها هترجع لك برضو نفس الحاجات، وهنا هترجع في الخطوة يعني واللي جنبها نفس الكلام. نيكست الخطوة اللي جاية، وهنا بيرجع لك برضو خطوة لورا زي كنترول زد والحاجات دي. طبعا هنا اللي هي بيعمل هيد لاي لينكات موجودة عندك في الصفحة. دي الحاجات المهمة في التابة دي. نخش على فيو، واول حاجة معانا هي ريد مور، وضع القراية. لو ضغطت عليها كده وفي مقالة كبيرة تقدر تقرأها عشان تبقى عينك مرتاحة. بيبدأ يعمل لك الشاشة سودة وتبدأ تقرأ زي ما انت عايز. اللي جنبيها طبعا الوضع الافتراضي للبرنامج. هنا بيعمل لك الوضع كأن الويب، يعني ويب لاyout اللي هي صفحة كأنها زي صفحة الويب بالظبط. الاوت لاين زي ما احنا شايفين قدامنا كده، هنا بيبدأ يجيب لك حاجات خطوط في الجنب. لو جيت عملت كده احمد هيبدأ ينزل معاك بالاشكال والتنسيقات اللي انت شايفها دي. نرجع تاني خطوة لورا ونيجي عند اللي جنبها. لو جينا ضغطنا على اللي تحت هنا كده برضو هيفتح معانا، هيخلي الصفحة نفس الكلام عريضة كده زي ما احنا شايفين قدامنا. ولو جيت كتبت اي حاجة هيبدأ ينزل معاك في المربع اللي على جنب ده او في الملاحظات على جنب كده. نيجي للخانة اللي بعد كده، وهنا لو جيت ضغطت هنا يبدأ يفتح لك الهوامش يدويا زي ما احنا شايفين. تتحكم في هوامش الصفحة من فوق ومن تحت وعلى اليمين وعلى الشمال بطريقة يدوية زي ما احنا شايفين كده. تسحب الهوامش تقل، تسحبها تاني لجوه الهوامش تزيد معاك. طبعا تلغيها من هنا تاني. لو جينا ضغطنا هنا كده هيبدأ يعملها لك مربعات صغيرة زي ما احنا شايفين قدامنا. مربعات صغيرة كده تقدر تكتب جواها كأنها زي الكشكول بالظبط. نيجي على الخانة اللي بعد كده وهي الزوم. الزوم طبعا بيعمل زوم للورقة زي ما احنا شايفين، عايزة 100%، 200%، 75%. ممكن كمان تصغر الكلام او تصغره خالص زي ما احنا شايفين قدامنا. يعني ممكن تتحكم في حجم الكلام وهو ظاهر قدامك ازاي من خانة الزوم دي. وان باج لو جينا ضغطنا عليها هيعمل لك صفحة واحدة صغيرة، كل الكلام هيبقى في صفحة واحدة. يعني لو عندك كذا صفحة كله هيتجمع في صفحة واحدة. لو جينا ضغطنا على تحت مع لك كل صفحات في صفحتين كده جنب بعض زي ما احنا شايفين في الشكل كده. اللي تحتها طبعا بيوسع لك المساحات جامد وتبقى ورقة كبيرة زي ما احنا شايفين قدامنا. نروح للخانة اللي بعد كده. لو عملنا نيو ويندوز اللي هو بيفتح لك البرنامج من اول وجديد، بيفتح لك صفحة جديدة للبرنامج زي ما احنا شايفين قدامنا. لو جينا ضغطنا على اللي هنا دي هيسيب لك الصفحة 2 زي ما احنا شايفين. دي صفحة لوحدها ودي صفحة لوحدها زي ما احنا شايفين قدامنا. وطبعا الماكرو مش هتستخدمه دلوقتي لان هو عايزك تبقى محترف شوية في البرنامج، وبعد كده تقدر تستخدمه لان ليه استخدامات
كتير. طبعا اخر حاجه معانا اللي هي بعض المعلومات عن البرنامج زي ما احنا شايفين قدامنا. هنخش بقى على التابه اللي بعد كده ديفلوبر. طبعا هنا بعض الحاجات برضو اللي هناخدها كمبتدئين، لكن في حاجات كتير هتستخدمها لما تحترف الوورد هتعرف تستخدمها. المهم دلوقتي انك انت تعرف تستخدم البرنامج والاساسيات بتاعه البرنامج. اد انز طبعا احنا شرحناها، ان هي الستور بتاع البرنامج او بتاع الوورد، تقدر تضيف من عليه حاجات كتير زي ما احنا شايفين كده قدامنا. طبعا الماكرو قلنا لازم تبقى محترف علشان تقدر تستخدمه. هنا بعض الاشكال اللي تقدر تستخدمها، هنا مثلا تكتب ملاحظة ولا حاجة في المقال بتاعك، هنا تقدر تضيف العلامة اللي هي الايقونة اللي بيبقى فيها صح وغلط زي ما احنا شايفين قدامنا كده. هنا مثلا ممكن تضيف صورة من الجهاز في المقال زي ما احنا شايفين كده، هنا تقدر تضيفها في المكان ده من الكمبيوتر بتاعك اهي زي ما احنا شايفين كده، وليكن صورة زي دي زي ما احنا شايفين جوه المقال بتاعك. نفس الكلام في اشكال كتير تقدر تضيفها، لو جيت ضغطت هنا هيظهر معاك برضو اشكال كتير. وبس كده يعني في التابة دي حاجات معينة اللي هنستخدمها، مش حاجات كتير. اهم حاجة التابات اللي هي الهوم والانسيرت والديزاين والحاجات دي كلها هي المهمة واللي هتستخدمها كتير. الهيلب طبعا بعض الحاجات او المساعدات لو انت عايز حاجة من البرنامج مثلا، او تبحث حاجة عن البرنامج، او تتواصل مع خدمة العملاء في مايكروسوفت تحللك مشكلة، يعني مش مهم خالص. والتابة اللي بعد كده لو انت عايز تضيف حاجة جديدة او برنامج جديد او ايقونة جديدة، بتبدأ تظهر لك في الخانة اللي احنا شايفينها دي. وبس كده نكون شرحنا التابات كلها زي ما احنا شايفين كده. الحلقة الجاية هنعمل بقى مقالة من اول وجديد، وهنكتب المقالة من اول وجديد معاكم، ازاي ننسقها، ازاي نظبط الخط، الهوامش، وهنتكلم عن الطباعة، ازاي نطبع صح ونطلع نختار الورقة بتاعتنا والتنسيقات والهوامش نظبطها في الطباعة. اشوفكم الحلقة الجاية، والسلام عليكم. السلام عليكم واهلا بكم في الحلقة السادسة والاخيرة من دورة تعليم برنامج الوورد من الصفر. الحلقة بتاعت النهاردة هتبقى عملي شوية، هنعرف فيها ازاي نستخدم التنسيقات زي ما قلنا وازاي نطبعها، وهنشتغل عملي مع بعض علشان نعرف ازاي ننسق. يلا بينا نشوف الشرح، بس قبل ما نروح ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. زي ما احنا شايفين كده ده مقالة معانا، محتاج ان انا مثلا انسقها واخليها شكل حلو، بحيث ان انا لما اجي اطبعها تبقى شكلها حلو. اول حاجة طبعا انا محتاج المقالة دي يبقى ليها عنوان زي العنوان ده كده، وليكن عنوان زي ما احنا شايفين. انا محتاج ان انا اظبطه واخليه باين عن بقية المقال. هحدده بالشكل ده، وهاجي هنا كده هخلي الخط بولد زي ما احنا شايفين، هيبقى تقيل شوية. لو انا محتاج ان انا اخليه كبير شوية، هاجي هنا كده وابدأ اكبر في الخط من هنا، او انك انت بتكبره من هنا زي ما شرحنا في الحلقات اللي قبل كده. بنبدأ نكبر الخط كده لحد ما احنا نشوفه يعني مناسب. وبعد كده مثلا انا حبيت ان انا اخلي الخط يبقى مايل شوية، هاجي هنا كده اضغط على الاختيار ده علشان يبقى مايل، واحط تحتيه خط زي ما احنا شايفين. لو ضغطت على السهم ده تقدر تتحكم في نوع الخط اللي انت عايزه، وليكن مثلا خطين زي كده مفيش مشكلة زي ما احنا شايفين قدامنا، نخليها خطين. بعد كده نبدأ نتحكم في اللون، وليكن مثلا انا هخلي اللون بتاعه احمر بالشكل ده. وكمان انا ممكن ان انا اغير الفونت بتاع الخط، ممكن اخليه مثلا حاجة زي كده، ممكن اخليه كده زي ما احنا شايفين. في اشكال كتير تقدر تختارها، وليكن انا هختار الخط مثلا، نختار الخط ده زي ما احنا شايفين، نكبره سنة كمان زي ما احنا شايفين قدامنا كده. انا نسقت العنوان، لو حبيت ان انا اضيف له حاجات كمان ممكن اجي كده واروح مثلا اعمل له حاجة زي كده زي ما احنا شايفين، اللون كله كل حاجة تتغير. تمام، ده تنسيقات برضو بتبقى جاهزة تقدر تختار منها على طول. ولكن انا اخترت ده واجيبه في النص كده زي ما احنا شايفين، وهسيبه بالشكل ده. عايز اغير اللون مفيش اي مشكلة، تقدر تغير اللون زي ما احنا شايفين من هنا كده، بس انا هسيبه زي ما احنا شايفين كده شكله كويس. هاجي بقى عند المقالة، انا محتاج ان انا اظبط المقالة بتاعتي زي ما احنا شايفين كده. تقدر تجيب المقالة في النص، لو حددنا المقالة كلها زي ما احنا شايفين قدامنا كده، وجبنا مثلا المقال كله في النص زي ما احنا شايفين، هيبقى بالشكل ده. طبعا تقدر تغير اللون مفيش اي مشكلة. انا مثلا هخلي المقالة تبقى بادئة من هنا كده، بتبقى شكلها احسن لان ده انجليزي. طبعا زي ما انت حابب تقدر تتحكم في المقالة بتاعتك، تحطها يمين شمال زي ما انت حابب. انا هخليها كده، وهبدأ ان انا اغير اللون شوية. هخليها مثلا اخليه مثلا وليكن اللون ده نفس اللون بتاع العنوان، ونميز العنوان بلون تاني. ممكن نميز العنوان بلون تاني نخليه احمر زي ما احنا شايفين قدامنا. هنحدد المقالة بتاعتنا تاني زي ما احنا شايفين كده، ونبدأ ان احنا نخليها بولد
عشان تبقى الخط باين وواضح. نكبر المقالة شوية زي ما احنا شايفين كده، طبعا كل ما تكبر كل ما هننزل في الصفحة اللي بعد كده زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر طبعا تتحكم في المقالة زي ما انت حابب، ممكن تنزل شوية كمان اهي كده، ممكن تكون شكلها حلو، ممكن تخلي الخط مايل، ممكن تحط مثلا تحتيهم كلهم خطوط بالشكل ده بس هتبقى شكلها يعني مش واضحة قوي. احنا ممكن نغير الفونت زي ما احنا شايفين، نخليه مثلا حاجة زي كده بيبقى شكله شيك. ممكن نكبر الخط كمان شوية صغيرين، ونبدأ ممكن انك انت تخليها مثلا جملة وجملة. مثلا الجملة دي انا محتاج ان انا احط تحتها كلها خطوط، ومحتاج اخليها خط واحد كده، ومحتاج مثلا ان انا اغير اللون بتاعها، اخليه مثلا لون زي كده وليكن لون زي كده، مفيش مشكلة زي ما انت حابب. تبدأ مثلا اجي عند الجملة التانية اعملها كده واغير اللون واخليها اي لون تاني زي ما انت حابب زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر تعمل اي حاجة انت عايزها. تمام، انا مثلا ظبطت كده المقال. طبعا تقدر تعمل حاجات كتير، انا بديك نبذة عن اللي احنا خدناه في الحلقات اللي قبل كده، تقدر تتابعها هتفهم كل حاجة. تقدر مثلا انك انت تتحكم في المسافات اللي بين السطور. انا مثلا عايز ان انا اخليها واسعة كده، مفيش مشكلة. عايز تخليها كده برضو مفيش، بس الافضل هي بتبقى 1.5، اكتر حاجة بنستخدمها يعني، فنخليها 1.5 كده هيبقى كويسة زي ما احنا شايفين قدامنا. كمان ممكن انك انت تيجي تحدد الفيديو دي كده وتروح مثلا ممكن تكبر الفيديو، كلمة فيديو دي شوية كده، وتعمل مثلا عليها خط زي ما احنا شايفين قدامنا. حاجات كتير تقدر تعملها زي ما احنا شايفين كده. كمان ممكن تيجي مثلا عند العنوان وتختار الاختيار ده وتبدأ تديله مثلا شكل زي الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. ممكن مثلا نديله حاجة زي كده، هيبقى برضو واضح اكتر وشكله جميل. كمان ممكن تعمل باك جراوند او تعمل تظلل حاجة معينة او كلمة معينة، وليكن كلمة زي اللي احنا عملنا عليها خط دي نخليها مثلا بأي لون زي كده. مثلا نيجي هنا عند الخانة دي نخليها مثلا باللون ازرق او اسود كده زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر تظلل على حاجة معينة، ممكن تعمل الكلام ده على سطر كامل وليكن حاجة زي كده، وانت محتاج انك انت تعملها على سطر كامل زي كده مثلا، تظلل على حاجة معينة او تعمل ملاحظة على حاجة معينة. تقدر تعمل حاجات كتير. طبعا احنا بنجرب الحاجات اللي خدناها في الحلقات اللي فاتت. كمان ممكن تعمل باك جراوند للجملة كاملة. لو جينا مثلا حددنا اخر جملة دي كده عايزين نخليها مثلا اي لون معين من الالوان دي، مفيش مشكلة زي ما احنا شايفين قدامنا كده. تقدر تخليها بلون معين زي ما احنا شايفين، تقدر تتحكم في كل حاجة. كمان ممكن انك انت تقدر تحدد جملة زي دي تخليها تبدأ من اليمين بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، مفيش اي مشكلة. ممكن تخليها في النص من هنا كده، ممكن تخليها من الشمال ترجعها تاني من الشمال من هنا كده، مفيش اي مشكلة. ولكن نخليها من اليمين تبقى برضو شكلها مختلفة عن اللي تحت زي ما احنا شايفين كده قدامنا. كمان ممكن اجي عند انسيرت كده وابدأ اضيف مثلا حاجات هندسية زي كده. ممكن اضيف حاجة هنا كده في الجنب او في الحتة الفاضية دي مثلا كده زي ما احنا شايفين، واكتب مثلا جواها اي حاجة. ابدأ مثلا انسقها بالطريقة دي كده زي ما احنا شايفين، نخليها مثلا كده، وابدأ ان انا اخليها مثلا ممكن اغير الشكل خالص اخليها بالشكل ده. تختار طبعا اللي انت عايزه، وليكن شكل زي ده زي ما احنا شايفين. تيجي تضغط على دي ممكن تتحكم فيها زي ما احنا شايفين، تجيب الكلام تحت كده هنا زي ما احنا شايفين. ممكن تفضي الكلام خالص او نخليها بالشكل ده، ونبدأ ان احنا نسحبها في الحتة دي زي ما احنا شايفين كده قدامنا. زي ما احنا شايفين هنلاقي شكلها عامل كده. دي برضو ممكن تضيفها في التنسيقات. ممكن تيجي هنا كده زي ما احنا شايفين تضغط عليها دبل كليك، ممكن تغير في اللون بتاعها مفيش اي مشكلة. كمان ممكن تغير في شكل الشادو بتاعها من بره كده. كمان ممكن تتحكم في الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين، ممكن 3D، ممكن يبقى كده، ممكن يبقى كده، يعني اللي انت حبه. وليكن مثلا نختار شكل من الاشكال دي زي كده مثلا، نخليها كده ونعمل كليك يمين عليها ونعمل اد تكست بالشكل ده، ونبدأ نكتب جواها اي حاجة احنا عايزينها وليكن حاجة زي كده، وتبدأ تظبطها وتتحكم في كل حاجة زي ما احنا شايفين كده قدامنا. كمان ممكن تنزل تحت كده ولو حبيت تضيف صورة تيجي عند بيكتشر كده تختار الصورة اللي انت عايزها وليكن صورة زي دي، ونبدأ نضيفها جوه البرنامج او جوه المقالة بتاعتنا زي ما احنا شايفين قدامنا. ممكن تضيفها في نص المقال مفيش اي مشكلة. ممكن ناخد كده كليك يمين، ناخد ننزل تحت كده هنا تحت الصورة خالص
زي ما احنا شايفين كده، ننزل تحت ونضيف الكلام بتاعنا ويبقى في وسط الكلام زي ما احنا شايفين كده اهو. كمان نقدر نتحكم في الصورة، لو ضغطنا دبل كليك نقدر نتحكم في شكلها، نخليها مثلا مدورة، ممكن نخليها 3D، ممكن نخليها حاجة زي كده زي ما احنا شايفين قدامنا، نخليها مثلا كده بالشكل ده زي ما احنا شايفين قدامنا، ونبدأ نحطها داخل المقال، مفيش اي مشكلة زي ما احنا شايفين قدامنا. تقدر تعمل طبعا حاجات كتير، انك انت تستخدم مثلا ديزاين وتضيف حاجات زي ما احنا شرحنا قبل كده. وليكن مثلا انا تمام شايف المقال ان ده كويس وخلصت كل حاجة ومحتاج ان انا اطبع المقال ده. هنتكلم ازاي تطبع المقال ده. اول حاجة علشان تروح تطبع المقال في طريقتين، انك انت تيجي عند فايل ومن فايل تختار برنت، او انك انت ترجع وتضغط كنترول بي من الكيبورد بالشكل ده، هيجيب لك واجهة الطباعة على طول زي ما احنا شايفين قدامنا. اول حاجة معانا هنا عدد النسخ اللي انت عايز تطبعها، عايز تطبع نسختين 3 4 اللي انت عايزه. طبعا هنا بتختار نوع البرينتر اللي موجود او متعرف عندك على الجهاز، وليكن انا دي البرينتر بتاعتي مثلا. هنا بتيجي يقول لك انت عايز برنت اول باج، انت عايز تطبع كل الورق، ولا مثلا عايز تطبع ورقة معينة، انت الورقة اللي هي موجودة دي اللي موجودة في الوش. طبعا دي معناها انك انت لو عايز تطبع ورقة انت محددها. هنا بقى بيقولك ان انت عايز تطبع الورقة بتاعتك وش، يبقى تكون ظهرها ابيض. طبعا على حسب المكنة اللي عندك او البرنت اللي عندك، لو بتطبع وش وظهر هيظهر معاك خانة اختيار وش وظهر زي ما احنا شايفين في الخانة دي كده. اللي بعدها بيقولك انت عايز الطباعة عندك تبدأ 1 2 3 ويبدأ يعد الورق لحد 20 على حسب عدد الورق، ولا عايز يفضل يرقم اول مثلا 3 نسخ 1 1، تاني 3 نسخ 2 2 زي ما احنا شايفين كده. هنا طبعا حجم الورقة او مقاس الورقة اللي عندك، انت مثلا المكنة عندك شغال على A3 A4 A5، بتختار اللي المكنة شغالة عليه وتبدأ ان انت زي ما احنا شايفين كده تدوس عليه. A4 مثلا زي ما احنا شايفين كده، طبعا معظم البرنترات بتبقى A4. هنا طبعا لو انت عايز تعمل هوامش معينة للورقة بتاعتك، بتحدد نوع الهامش بتاعه وتبدأ تختاره من هنا وتطبعه على الهامش اللي انت حددته. وطبعا هنا بتبدأ ان انت لو انت عايز تظهر مثلا النسختين في ورقة واحدة، يعني في وش واحد، 4 نسخ وتصغره على الاخر ويبقى في شيت واحد، يعني 4 صفح في شيت واحد زي ما احنا شايفين قدامنا. طبعا مش مهمة قوي او مش هتستخدمها كتير. بعد لما بتخلص بقى الاعدادات وتظبط الدنيا، تروح دايس على برنت يبدأ يطبع معاك على طول. طيب لو حبيت ان انت تعمل الملف ده PDF مثلا ومش عايز تطبعه، عايز تخليه PDF، تيجي عند اكسبورت بالشكل ده وهتروح عامل كرييت PDF بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هنروح ضاغطين هنا كده ضغطة زي ما احنا شايفين قدامنا، وبعد كده نبدأ نحدد المكان زي ما احنا شايفين كده. هيتسيف معانا PDF، وليكن مثلا انا همسح الاسم ده واخليه بالاسم ده واقول له واضغط هنا كده زي ما احنا شايفين قدامنا، هيبدأ يسيف لنا الملف على صيغة PDF. لو خرجنا على الشاشة بره هنلاقيه موجود عندنا PDF. طبعا انا عشان ما عنديش البرنامج بتاع PDF فهيفتح معاك في المتصفح. نجرب كده ونفتح الملف زي ما احنا شايفين، نجرب نفتح الملف، هيفتح معانا بصيغة PDF زي ما هنشوف مع بعض كده دلوقتي. لو عندك برنامج PDF هيفتح معاك على برنامج PDF على طول زي ما احنا شايفين كده. هيفتح معانا بشكل PDF كده زي ما احنا شايفين قدامنا. تبدأ تنزل وتشوف الحاجات اللي انت عملتها. تقدر كمان تطبعه من هنا زي ما احنا عارفين، تسعة الطباعة، او تحمله عندك على الكمبيوتر. طب لو حبيت انك انت تسيفه بصيغة الوورد مفيش مشكلة، هتيجي عند فايل وهتروح قايل له سيف، يعني او من هنا كده، وهتروح قايل له سيف من هنا كده. اضغط على سيف، حدد المكان زي ما احنا شايفين وقول له سيف، وبعد كده اقول له اوكي. تخرج بره بقى كده هتلاقيه صيغة الوورد عندك زي ما احنا شايفين وصيغة للPDF. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو. وطبعا ده اخر فيديو في الدورة بتاعتنا، والسلام عليكم.